والله في الحقيقة كنت محتار وانا في الطيارة، انزل بقى سكول ولا فين، بس حسيت ان ده المكان المناسب. يعني مثلا يقابلك واحد زي كده بعد ما تنزل يطلع ثانية، مين حمادة ده؟ مش هو ده قائد الطيارة؟ لا، ايوه يا عم، هو يا عم حمادة قائد الطيارة. تعالى يا عم حمادة، تعالى، منور يا عم حمادة. يلا يا عم حمادة. يعني المهم نرجع لموضوعنا. حسيت ان لما تنزل كده مكان زي ده، يعني بتحس انت نازل نازله مميزه كده، وجيم مميز كده، حاجه مش يعني حاجه مش مرت عليك قبل كده صراحه يعني. مين شايف ان كلامي صح؟ صراحه انا حاسس ان انا كلامي صح برضه، مش عارف ليه. مش عارف ليه برضه. انا من الناس اللي بتحب سكول جدا على فكره. ماشي، لحظه كده بس، لحظه. واقف ليه كده؟ ركز يا عم بعد كده، عشان لو ما ركزتش هتتاكل زي كده بالظبط. كان معانا النهارده ضيف شرف عم حماده. ننزل بقى تحت نشوف اي حاجه مفيده. صراحه كان جيم جامد جدا، ما اقولكش يعني، ما اقولكش. تمام، ما علينا. يومي بيه حلو. تمام، لحد هنا الوضع كويس جدا، لحد هنا الوضع تمام يعني. في ناس بتضرب. في ناس بتضرب عند العماره اللي على الشمال تقريبا. لا، دي على اليمين بقى. ماشي، اي حاجه. مثلا وقفه زي دي، يعني دي وقفه يعاقب عليها القانون صراحه، يعني وقفه القانون يعني من حقه يتكلم فيها. مش عارف ايه ده. نوك فينش بقى، يلا. النوك اسرع من الفينش، او النوك بعد الفينش، اي حاجه. بص دي، بص، وقع نوك واقف الجو، نزل الارض تفنش على طول. تحسه وقع بسبب النزله تفنش، مش عارف ليه برضه، مش فاهم ليه. ماشي ماشي، مش عارف بقى مين تاني كان بيضرب هنا، فاحنا المهم لازم نتعامل معاهم بدقه شويه. طبعا التعامل مع ناس زي كده لازم يكون بحذر شديد جدا، لان دول يعني هم لو ما يعرفوش يلعبوا يغدروك، فاهم؟ دول اصلا مالهمش في اللعب، لكن ليهم في انهم يغدروك، فلازم التعامل معاهم يكون بحذر. ماشي، مثلا حته زي كده، ده انا لو ما كنتش اخدت بالي منه وانا هناك كان فنشني. انا بلعب لوحدي طبعا، فبرضه مواقفهم غريبه يعني. وقت ظهورهم بيكون وقت مريب، مش هكدب عليك يعني، والله بيكون وقت مريب، مش عارف ليه، بس يلا. اي حاجه، دي دماغه دي ولا حته من الباب ولا الله اعلم. اوكي، يلا بينا. هنا بقى بص، صاحبك ده مش عارف يعني، الراجل ده انا مش عارف ايه والله. يا عم موت بقى يا عم. على فكره الموقف ده لسه حاصل معايا من دقايق، والله من دقايق، بس ما علينا. يلا بينا. قعدت يا جماعه، والله قعدت ادور عليه زمن كبير جدا ما لقيتهوش، والزون قفل عليا، فقلت يلا اتحرك بقى، ليه لا. ايه ده؟ ايه ده؟ ثانيه يا عم، في ايه؟ مين اللي بيضرب اصلا؟ هو في ايه؟ مين اللي ضرب عليا؟ هو مين اللي بيضرب؟ بصوا قاعد فين؟ حد شافه؟ اهو على الشمال، حد لمحه اتحرك اهو. يعني انا يا عم الحاج عمال الف عليك سكول، عماره عماره واوضه اوضه، وفي الاخر انت قاعد لي هنا مكمبر هنا. يا عم اتمرجل شويه بقى يا عم. يا عم في ايه بقى يا عم؟ بص بص بص، والله لا كده، لو مش بعد كل ده يعني هتقتلني بقى وتهرب، ما انت في ايه برضه؟ بعد ما لوت بقى وخلصت لوت، يلا بينا. بص دي، بص انا مش عارف الاخ ده جه منين، بس يلا واحد اقف يا عم. لا طلع راجل، تصدق وقف. طب خد على دمه اسود. طالما طلعت راجل لازم تتقدر، مفيش راجل ما ينفعش ما نقدرهوش يعني. انت مش عايز تتفنش ليه؟ طب يلا. لو ليه حد هنا هيقتلني فانا اتحرك، هو كده اخد ده مش كفايه، هيموت دلوقتي اهو، مات، شفته. ماشي، نتحرك بقى من هنا. بصوا بقى، هنا كان في ضرب نار جامد جدا، يعني مش عارف بقى. بص حاجه زي كده تقابلك برضه، نفس الموقف بنفس التعامل بنفس الشكل بنفس الاسلوب، مفيش حاجه اختلفت يعني، كل واحد هرب. يا ابني الايه محظوظ. بص قال لا مدرعه بس متدخن، الزار اكله طارق لما عرف. بس لو انا احاول افجرها كده، طبعا مش بقول لك، طبعا كان لازم انا كنت متاكد برضه صراحه. بس لحد دلوقتي يعني حلو ومش وحش كده. نتقدم بقى. دول اكيد معاهم لوت، ايه دول محظوظين جدا، مش بقول لك فلير كمان. وهنا برضو كان في ضرب نار جامد جدا، فنحاول بقى نشوف مين اللي كان بيضرب، بس بهدوء علشان ما نتغدرش. تمام. والله بيني وبينكم ما اكدبش عليكم، حاسس ان الجيم هينتهي هنا، مش عارف ليه، مع انه والله كان جيم حلو يعني. انا وصلت اللي ب4 بس في الجيم، ودي حاجه حلوه في حد ذاتها، حلو يعني.
كذا نيد اتضرب ورايا. ماشي لحد هنا حلو. ايه ده؟ مين جد هنا ولا طالع من امتى ده ولا في ايه يا عم؟ خد فنش بقى، تاخدها بادي وما تموتش برضه. طب انا مش فاضيلك خلاص كده كفايه عليك قوي. ايه ده؟ في ايه يا جدعان؟ انتوا بتضربوا منين يا عم؟ انت ايه يا اسطى؟ اكتر حاجه انا مستغرب عليها ان انت ازاي ما جبتنيش، بس مش عارف ازاي انت ازاي ما جبتنيش، مش فاهم. بس يلا حلو برضه مفيش مشاكل. بصوا طبعا الجيم ده للاسف انتهى، فجيم تاني برضه مفيش اي مشاكل. طبعا اخينا ده كان عمال يضرب ويموت ومش عارف ايه، فحبيت اقتله بطريقه مميزه كده، يعني اقول له شكرا لحد هنا كده بالظبط، يعني حاجه مميزه كده، فاهمين؟ فنلوت ونتحرك على طول. بعد بقى ما اتحركت ولسه عايز بقى اروح على منطقه تانية، لقيت في ناس بتضرب هنا. اسيبهم ازاي؟ قمت نازل لهم. فانا لو ركزت على البوت اللي بيضرب ده هنروح في داهيه، انا اركز بس على الناس اللي شغاله هنا وبتتحرك هنا. ماشي سيبكم البوت، انا شايفه طبعا وكلنا واخدين بالنا منه. فين بقى اللي كان بيضرب؟ بس لازم اتعامل بحذر، لازم اتعامل بحذر زي كده. بقول لك يا نهار اسود، انت لا ده انت مفتري يا راجل، ده انت مفتري. طب انا اعمل ايه ده؟ لو حد قال لي ازيك هموت، والله لو حد قال لي اعمل ايه هموت، مش عارف ايه ده. طب لا هيل بقى، بس هنا في المكان ده هنا احلى. تمام. طبعا انا شايفه بيتحرك تحت وفي حاجات عجيبة بتحصل، مش عارف بقى اعمل ايه. هما تقريبا كانوا تيم كامل، فانا مش عارف اعمل ايه برضو، بس يلا مع بعض مفيش مشاكل. هو الظاهر في حد طالع برضو، انا مش عارف ليه حاسس ان هما هيقتلوني، مش عارف ليه. قال لا ده الاول جه، التاني كمان قال لا، كل ده عشان بوت يا عم انت، والتالت كمان. يا نهار ازرق، ليه يا جدعان؟ ده بوت يا جدعان. طب يلا كل واحد برضو مفيش اي مشاكل. ده الوحيد اللي طلع. ماشي حته ام 24 بقى. بص دي ما اقولكش ازاي، ما اقولكش. تعال انت كمان افنشك بقى بالمره عشان ما تزعلش. ماشي انا عايز افنش الواد ده. خد يا ده الاخير مش عايز يموت يا عمي، وماله؟ انزل لك مفيش اي مشاكل، هنزل لك وليه لا يا عم؟ ليه لا؟ ماشي المهم والله لا تموت. خد يا بس غريبه الرابع ما جاش ليه؟ لا تصدقوا جه، هو ده الرابع صح، انا لمحته برضو. ماشي جيت لقدرك يا عم، تعالى والله لا تتنفض. بص دي، ده انت لا غبي يالا، انت غبي يالا ايه ده؟ فنشك بقى ام 20. خد يا عم، خد يا عم. مش عارف ليه ما بتموتش من اول طلقه، ما كانش كده زمان. الام 24 ده كان من اول طلقه كان بيخلص. ماشي بس ده مش الرابع على فكره، ما تفنش على طول. مين ده؟ واحد مش مشكله برضو، ممكن ده الرابع بتوع التلاته اللي انا قتلتهم، وممكن لا. نلوت ويلا بينا. طبعا الجيم ده انتهى برضو، فمكملين مفيش اي مشاكل. حته زي دي كده ماشي حلوه برضو. هو مش عشان الجيم ده اللي فات برضو انتهى يبقى خلاص، لا نكمل برضو مفيش اي مشاكل. الواد اللي كان قدامي ده حصل بينه وبينه فايت كبير جدا، بس للاسف عشان ما معيش سكوبات وكده كان صعب ان اجيبه، بس في الاخر اخد هيت شوت ومات. هو وقع نوك ما ماتش يعني، تمام، عشان ما الاقيش بقى واحد محنك يقول لك هو وقع نوك. نطلع بقى على فوق، يا عمي، على فوق عشان نتعامل. ده الاي كي ام لما بيحضر في حاجات زي كده بيكون جامد جدا، بيكون جامد زي كده بالظبط. عشان انا عارف ان في حد بيسأل بيقول هو جامد ازاي يعني. اقول لك بيكون جامد ازاي؟ ثانيه، بيكون جامد برضو زي كده. بص بيكون جامد زي كده. مش عايز تتفنش؟ ماشي، ابعت لك بقى حته توحوحك كده، شم ريحتك من وانا في مكاني. يلا بص دي يعني اشم ريحتك الخريطه كلها، حاجه زي كده برضو. ماشي يلا بينا. بصوا بقى دي الجيم ده برضو انتهى للاسف، فجيم تاني مفيش اي مشاكل.
طبعا التيم ده يعني دمروني والله العظيم، ضربوا عليا كتير جدا وبالعافيه قتلت واحد. بالعافيه، بالعافيه. عارفين يعني ايه بالعافيه قتلت واحد؟ والله العظيم حصل بيني وبينهم يعني مناوره كبيره جدا عشان اقتل بس واحد، واللي نجحت ان اقتله هو واحد بس، فلازم انتقم منهم انتقام مش حلو صراحه. بصوا هم 3. شيل بقى السكوب ويلا على الله. ايوه اعمل لك بقى الكفر ومش عارف، انا ما معيش كفر. يا عم اسكت يا عم، واد ساكت يا عم. يا عم واد ساكت، وجعت دماغنا بقى. خد تعالى اطلع، خش تاني. يرمي سموك، انا كده مش شايفك يعني. عايزك بقى لقطه، لقطه على الخفيف بس، لقطه يا عم. يلا يا عم ما تبقاش كده يا عم، كده كده هتموت والله. طب ماشي، ارجع لورا هنا كده، الحته دي حلوه. ممكن كان ممكن يجوني من ظهر على فكره. ده جاي يا ابن اللعيبه، ده طالع بيعرف يلعب. خد يا خد تعال. شفت ده؟ خش هنا عشان لو في حد شايف نفسه او كده يعني. مع ان الاتنين دول واقعين وده واحد عدى. خد والله ما انت عامل لحد ريفايف. لقوتكم بقى كلكم، يا نهار اسود على اللوت. بصوا يا شباب، ولحد هنا والله الفيديو انتهى، وانا بجد اسف لانه مش كان جيم كامل او ما كسبتش في الجيم او كده. بس ان شاء الله وعدكم ان الحلقه الجايه هتعجبكم جدا، وباذن الله فعلا تنال اعجابكم. اتمنى ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان ده بيشجعني. ولحد هنا اشوفك في الفيديو الجاي، سلام.